مسكلات. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من القطايف واللطايف واي ميديا. لو سالت اي حد من جمهور الكوره في التوقيت دوت هتلاقيه ما بيتكلمش الا على مباراه السوبر الافريقي. السوبر لمين؟ اللقاء المرتقب المنتظر ان شاء الله يوم 27، خلاص كلها كام يوم. الكل بيتكلم الاهلي ولا الزمالك اللي هيفوزوا بلقب السوبر الافريقي. المرة دي زيادة حبتين، لأنه مباراة وبطولة تقريبا 30 سنة أو 31 سنة الموقف بيتكرر من جديد، من أيام أيمن منصور والسوبر وجوهانسبرج، اللقاء اللي جمع ما بين الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي. طبعا ربنا يدي الجميع الصحة اللي كان حاضر وشاف اللقاء اللي فاز فيه نادي الزمالك بالسوبر الإفريقي بهدف أيمن منصور. لقاء طبعا الناس الأجيال القديمة فاكراه بشكل كويس. بعد 31 سنة اتكرر، الأهلي بطل دوري الأبطال والزمالك بطل الكونفدرالية، وكلها كام يوم والأهلي والزمالك في السعودية ومباراة السوبر الإفريقي. جمهور النادي الأهلي واثق، عنده ثقة لكن بشيء من الحذر، وجمهور نادي الزمالك لا حس ولا خبر، بس برضه لأنه منتظر المباراة وعنده أمال كبيرة. دايما شعور متبادل ما بين الفريقين، ما بين جمهور الفريقين. جمهور الأهلي بعد ما شاف الفوز ذهابا إيابا على جروماهيا الكيني 3-0 و3-0 بعيدا عن مستوى المنافس، لكن شكل الأداء، المنظومة الجماعية، مستوى الحالة الفنية للعيبة، جمهور النادي الأهلي حاسس إن فرقته ما زالت مستمرة مع نهاية الموسم الماضي اللي توج فيه النادي الأهلي ببطولة دوري الأبطال وفنشوا ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد ماراثون من سلسلة انتصارات مديهم ثقة. وجروماهيا الكيني كانت بداية ومطلع موسم جديد والشكل زي الفل، والفرقة ما تشعرش ان في شيء جديد الا يحيى عطية الله اللي في المباراة التانية لا، حاجة جميلة وحاجة بديعة، وابتدى يدخل في الفريق وعمل 2 اسيست وبدأ يمشي في سكة النجم الكبير معلول اللي هنجيله برضو النهاردة في حلقة القطايف واللطايف. الأهلي جماعيا، كولر، رامي ربيعة بيسجل أهداف، محمد الشناوي أحسن حارس في مصر، الفرقة إمام، أكرم، مروان، الشحات، تاو رجع تاني بيجيب اجوان، ووسام الأماكنة طلعت قماش وما زالت بتطلع قماش. فعشان كده جمهور النادي الأهلي واثق، لكن برضه قلقان من ايه؟ قلقان من الاحتفالات والثقة الزايدة. هو عايز ان فرقته تفضل في الجاهزية الفنية والبدنية وما تفكش، لان برضو نادي الزمالك عنده اسلحة قوية جدا جدا. مش كده وبس، صحيح مباراة الاياب انسحب فيها نادي الزمالك، لكن مباراة الذهاب في بطولة الدوري اخر مباراة جمعت ما بين الفريقين، الزمالك فاز 2-1 بهدفين سيف الجزيري وسيف موجود. جمهور نادي الزمالك زي ما بقولت في المقدمة لا حس ولا خبر، ساكتين. ليه؟ لأن نادي الزمالك نهى الموسم مش بشكل جيد، لا يتواكب تماما مع قدرات نادي الزمالك. وبعد كده لما كمل كمان في بطولة الكاس خرج أمام طلائع الجيش وكان في غيابات. ولما بدأ الموسم الحالي بلقاء البوليس الكيني، صحيح كسب في الذهاب 1 وكسب في الإياب 2-1، لكن برضه مش هو الزمالك، وما زال جوميز المدير الفني بيعمل حاجات جمهور نادي الزمالك ونجوم نادي الزمالك عليها تساؤلات كبيرة.
ان شحاتة يلعب باك يمين وعمر جابر يلعب باك شمال والمسلوسي وحسام يبقوا في عمق الدفاع، في نص الملعب يبقى دونجا، وعلى الطرفين يبقى عبد الله السعيد وناصر ماهر وزيزو ومصطفى شلبي وسيف الجزيري. لكن في مواجهة الاهلي الكلام دوت محتاج توضيب، ومحتاج ان انت تحط كل لعيب في المكان بتاعه. الزمالك عنده نواقص، لكن قدرات لعيبته الفردية نجحت انها تتأهل بالفارس الابيض في الكونفدرالية. لكن جمهور نادي الزمالك نفسه ان جوميز يحط القطع السليمة في المكان السليم علشان يقدر يواجه النادي الاهلي في مباراة 90 دقيقة ممكن تعمل بطولة كبيرة. مش بطولة كبيرة وبس، دي بطولة كبيرة وبتفوز على فريق هو الأقوى في إفريقيا والمسيطر على إفريقيا وبطل إفريقيا آخر سنتين وبطل الدوري ومستقر. فالتسعين دقيقة تعني أشياء كثيرة، وعشان كده جمهور النادي الأهلي حذر. ليه؟ لأنه يعلم أن هناك في زيزو، في سيف الجزيري، وممكن نشوف المفاجآت الجديدة، مشلاك البولندي، ممكن نشوف عمر فرج، ممكن نشوف الصفقات اللي تقدر تحدث الفارق. وفي كلام عن ممكن يبقى فيه ظهور لمحمد حمدي الظهير الأيسر. عموما الأهلي والزمالك أقوى ديربي في المنطقة العربية والإفريقية والشرق الأوسط بلا شك. احنا على موعد مع متعة كبيرة جدا جدا جدا. الحسابات والأوراق والأرقام بتقول الأهلي أقرب. انت بتقول كده عشان أهلاوي؟ لا، علشان الكلام اللي احنا قلناه ان الأهلي فرقة مستقرة، لكن تبقى الحالة الفنية يوم المباراة والقدرة على البذل والعطاء. وزي ما تملي بقول لحضراتكم، النجاح دايما ليه كلفة، ليه تمن. والسؤال مين هيبقى قادر على دفع هذه الكلفة؟ مين اللي هيبقى قادر ان هو يدفع تمن بطولة هتسعد ملايين 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 من الجماهير؟ الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي. والسؤال اللي كل الناس بتسأله هو السوبر الإفريقي لمين؟ وادي القطايف واللطايف وكل الحلويات والمشكلات. في اللينك الأولاني واحنا بنتكلم على تشكيلة النادي الأهلي قلت لحضراتكم هتيجي سيرة علي معلول. شفنا كلنا الاحتفالية الجميلة اللي اتعملت وفوز النادي الأهلي في المقام الأول على جروماهيا ذهابا إيابا بثلاثية، ويبدو أن كولر بدأ ثلاثياته في موسم 24-25 مبكرا. وكان هناك احتفالية النادي الأهلي باللقب رقم 44 في بطولة الدوري بشكل جديد بالدرع الجديد، الدرع اللي نقش اسمه النادي الأهلي كأول بطل مثلما نقش اسمه في أول درع لبطولة الدوري موسم 48-49. لكن مش هي دي الحدوتة. الحدوتة في عدم ظهور أسرع ديليفري في مصر. معلول ملك الحلول، أكتر مدافع سجل في تاريخ النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز. علي معلول صاحب الحلول وصاحب المواقف الكبيرة مع النادي الأهلي في مسيرته الاحترافية، وده يمكن عبر عنه جمهور النادي الأهلي الياقوت الأحمر في أكتر من مناسبة وفي أكثر من موقف. ولو تتذكروا حضراتكم قبل الإصابة كان أول مباراة لعلي معلول لما خد شارة قيادة النادي الأهلي، وشفتوا حضراتكم جمهور النادي الأهلي عمل إيه مع علي معلول، وإزاي احتفل بعلي معلول إنه هو بقى كابتن النادي الأهلي في المباراة. طب إيه المشكلة؟
مشكلة ان علي معلول لم يحضر الاحتفالية، وهناك انباء ان مازال مسألة التجديد لعلي معلول ومسألة مطالبة مسؤولي النادي الأهلي علي معلول بالتعاقد لمدة عام. علي معلول هينتهي عقده في موسم 24-25، إذن في يناير يحق له التوقيع لأي فريق، وفي كلام عن الدحيل القطري. وطبعا الحكاية بدأت تبقى واضحة للجميع ان كل واحد طبعا في نهاية دايما المشوار اللاعب دايما بيحاول يحقق اكبر استفادة، لكن للأمانة وللصدق واللي شايف الموضوع على بعضه، علي معلول اصبح تقريبا هو واسرته موجود في القاهرة وموجود وعايش وسطينا، بل جماهير الاهلي خلاص بتعتبره واحد من ابناء النادي الاهلي. علي معلول هيروح فين؟ هل هيقبل ويجد مع مسؤولي النادي الأهلي حلول، ولا علي معلول ممكن نشوفه في مكان تاني، خصوصا بعد عودته بالسلامة إن شاء الله وقدرته على العودة للمستطيل الأخضر خلال الفترات القادمة؟ هنشوف الأيام الجاية هتجاوب على السؤال ده، سؤال يمكن يهم قطاع كبير جدا جدا من الجماهير الأهلوية، الجماهير اللي بلا شك عندها جزء كبير من التعاطف والتقدير مع نجم كبير هو علي معلول، النجم اللي قدم زي ما قلت لحضراتكم مع النادي الأهلي فصول من المتعة والتفاني والإخلاص والأدلة كتير. وفي الأخير هو علي معلول هيروح فين؟ وادي القطايف واللطايف وكل الحلويات والمشكلات. الحقيقة ان موسم 24-25 داخل علينا دخلة قوية جدا جدا، دخلة سخنة بلقاءات نارية، لقاءات من العيار التقيل. في اللينك الأول اتكلمنا عن السوبر الإفريقي والديربي الأقوى والأعظم الأهلي والزمالك، اللقاء المرتقب يوم 27، كلها كام يوم، 27 سبتمبر في المملكة العربية السعودية. وبرضو عندنا موعد في منتهى الأهمية، مباراة أفرو أسيوية، خصوصا بعد ما شاهدنا كلنا وتابعنا الفوز الكبير، الفوز العظيم للفريق الكبير المدجج بالنجوم، فريق العين الإماراتي بطل آسيا، بعد ما عمل بداية مثالية لبطولة الانتر كونتيننتال. عمل العين أقول لحضراتكم، فاز على أوكلاند سيتي 6-2، نتيجة كبيرة قدم فيها كورة ممتعة مدججة بأهداف وبأداء أوروبي سريع، في رسالة واضحة إنه طبعا فريق كبير للي مش مشاهد واللي مش متابع الكورة في آسيا، فريق مدجج بنجوم عالمية، نجوم على مستوى وبيقدم كرة قدم حقيقية. وده اللي خلانا أصدقائي وخلى كل عشاق كرة القدم في الوطن العربي الكبير نبقى مترقبين مباراة من العيار التقيل جدا جدا جدا. مباراة يوم 29 أكتوبر في تاني خطوة لبطولة الانتر كونتيننتال، ولقاء بطل إفريقيا النادي الأهلي في مواجهة بطل آسيا الفائز على أوكلاند سيتي 6-2 في اللقاء الافتتاحي، علشان يبقى بطولة جوه البطولة الكبيرة، بطولة الانتر كونتيننتال، بطولة هي بطولة الأفرو أسيوية، الأهلي والعين. مباراة هتبقى عظيمة جدا جدا، ومواجهة من العيار التقيل، مواجهة على ليفل عالي، أعلى من المنافسات المحلية وأعلى من المنافسات الإفريقية. فعلا
تنافس على حجم بطولة الانتر كونتيننتال. مباراة سواء الأشقاء في الإمارات أو الياقوت الأحمر جمهور النادي الأهلي وجماهير مصر العريضة على موعد مع مباراة كبيرة جدا جدا. الناس في الإمارات ناس بتفكر وناس منطقية، لأنهم بعد الفوز الكبير وبعد تحديد هوية مين اللي هيبقى موجود أمام النادي الأهلي وتأهل نادي العين لمواجهة النادي الأهلي، كل الخبراء والمحللين ونجوم الكورة في الوطن العربي اللي كانوا بيتابعوا اللقاء وبيحللوا بعد اللقاء، حتى الصحف وحتى كريسبو المدير الفني الأرجنتيني لفريق العين الإماراتي، كل الناس قالت إن مواجهة النادي الأهلي بطل إفريقيا بالمستويات اللي بيقدمها النادي الأهلي، بسيطرته على القارة الإفريقية في آخر لقبين، لتسيده الموقف والبطولات في جمهورية مصر العربية، المسابقات المحلية وما يقدمه في كأس العالم للأندية، واسم النادي الأهلي وتاريخه الكبير أمام العين المدجج بالنجوم وأيضا صاحب الألقاب وصاحب البطولات، تبقى المباراة من وجهة نظر الخبراء الأشقاء قالوا يبقى المباراة 50-50. النادي الأهلي في استاد القاهرة وفي الخلفية الياقوت الأحمر جمهوره حماه، وهو بالفعل حماه. مسألة مش سهلة ولا باليسير ان انت تفوز. عشان كده ان شاء الله يوم 29 أكتوبر احنا هنبقى على موعد مع المتعة والإثارة وكل فنون كرة القدم، ولا يفل الحديد إلا الحديد. طبعا احنا بالنسبة لنا نفسنا النادي الأهلي يفوز بالأكيد، لأنه هيبقى لقب مصري ويخلي النادي الأهلي ياخد خطوة كمان مفيدة متعودين عليها، إنه هو بيصل دايما في أي بطولة إلى أبعد مدى. لكن عشاق الكورة كلهم هيبقوا مش بس في مصر، في الوطن العربي كله بيقولوا الديربي والكلاسيكو والمباراة الكبيرة ما بين البطلين، بطل آسيا فريق العين وبطل إفريقيا النادي الأهلي والإنتر كونتيننتال، يا ترى يا هل ترى هيبقى المين؟ في الأخير بشكركم أصدقائي على حسن المتابعة. إن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة من القطايف واللطايف وآي ميديا. فإلى هذا الموعد كل التحية وكل التقدير لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.